انا عاوز اعرف احنا ليه متضايقين؟ جايزه معتمده على التصويت من الجماهير، يعني اللي ليه في الكوره هيصوت واللي ما يعرفش انها مدوره برضه هيصوت، اللي معاه تليفون واحد هيصوت واللي معاه 10 هيصوت بالعشره، والتعداد السكاني المصري تقريبا 120 مليون نسمه، يعني تقريبا كده 3 اضعاف التعداد السكاني للسعوديه. مليان وطالع يقول لك ان هو مش متضايق. لا انت متضايق وهتموت وتكسب الجايزه، بس هتكسبها ازاي وجماهير النادي الاهلي وجيش النادي الاهلي موجود؟ اتفرج كده على الصوره اللي قدامك دي، وجماهير النادي الاهلي مكسره الدنيا وكسبانه. اكيد عمرك ما هتكسب قصاد النادي الاهلي وانت طالع تقول كده علشان عارف ان انت خلاص خسرت الجايزه. تعالى اوريك بقى فيديوهات جماهير الهلال وبيعملوا ايه عشان احاول ان هم ينافسوا بس مع جماهير النادي الاهلي. اتفرج كده معايا على الفيديو ده. مش بس كده، اتفرج كمان معايا على الفيديو التاني ده. يا عيال الهلال فرحنا لين خلاص صرنا نمشي احنا كذا مبسوطين، والحين محتاجين وقفتنا تصويت. الاهلي المصري لا زال متقدم. انا صحيت من النوم نسكت على كده؟ لا ده انا هجيب لك كمان فيديو. اتفرج كمان على الفيديو ده. عزيزي الهلال اللي